انا عارفه اشرف كويس، قلبي بيقول لي ان ابني ما يعملش كده. سالته واقسم لي انه ما عملش حاجه. اشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب وباريس سان جيرمان الفرنسي، اللاعب اللي صنع الحدث في نهائيات كاس العالم في قطر، سواء بادائه المبهر والمتميز في جميع الماتشات او بصور احضانه مع والدته. دلوقتي اشرف متهم في قضيه اغتصاب فتاه فرنسيه. السيده سعيده والده اشرف حكيمي خرجت عن صمتها وردت على اتهام ابنها بارتكاب جريمه الاغتصاب. قالت السيده سعيده ان قلبها بيقول لها ان ابنها بريء، وانه متربي احسن تربيه، وان الدنيا كلها تشهد باخلاقه العاليه. وقالت ان اشرف ما يستاهلش اللي بيحصل له دلوقتي. اكدت كمان انها اتكلمت مع ابنها اشرف بعد اتهامه بارتكاب جريمه الاغتصاب، وقالت ان ابنها اقسم ليها انه بريء. وقالت ازاي يعقل ان ابنها اشرف يتهم بعمل كده في منزل زوجته، خاصه ان في حراسه وفي كاميرات مراقبه، وبالتالي القصه غير منطقيه. والدة أشرف قالت كمان إن المحامية الخاصة بابنها طلبت من العيلة كلها إنهم ما يتكلموش عن شيء يخص الموضوع علشان يحافظوا على سرية التحقيقات. تصريحات والدة أشرف حكيمي جت في الوقت اللي وجه فيه مكتب المدعي العام في فرنسا اتهام الاغتصاب لأشرف حكيمي بشكل رسمي. حكيمي تم استجوابه بالفعل بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، كان يوم 25 فبراير الماضي. في الوقت ده كانت زوجة حكيمي وولاده الاثنين في دبي. الرقابة القضائية على حكيمي تمنعه حاليا من التواصل مع الفتاة بأمر من القضاء، لكنه يقدر يغادر فرنسا على الأقل في الوقت الحالي.